ليلى ليش تتعرضين الاشاعات دائما مع محمد؟ والله ذبحني محمد. مالك كتبت والله انا ذبحت وهم ذبحوني. ترى الشنب مو كاركتر، الشنب زهقت من السؤال هذا بيني وبينك، يعني صاير. يلا صرح اليوم، اعطينا تصريح في رمضان في برنامج حرب النجوم. احنا عندنا حرب شحرب فيكم. حرب الاشاعات. لحظه خل اقعد لها. حرب الاشاعات. شنو ليش دائما ليلى عبد الله مثيره للجدل؟ نعم. او الاشاعات او الاشاعات دائما على ليلى عبد الله. شوف يعني تذكر بطارق شو شنو كانوا يقولون عني وعن حمد، وهو ماكو شيء من الاساس. دائما احنا كمجتمع عربي لازم اي اثنين يكونون مع بعض. عادي انا وحسين باكر يقولون عنا شيء. بعد كلنا هون خطاب. اي عاد صدق شكل الكرسي شي صوره. اي يعني اذا صوره وانا لابسه ابيض، وانا شنو هذا اللي طق، وانا لابسه ابيض وكذي وصوره راح يقولون عنا اي شيء. بس ما يهمني، يعني دائما انا ادري شنو اللي قاعده اسوي وادري انا وين رايحه. واشوى ان الاشاعه مو سيئه وايد يعني. كنت راضي؟ لحظه، كنت راضي على الاشاعه؟ ها؟ لا يعني في اشاعات مثلا تطلع عن الناس فيها مضره حق الشخص نفسه. مثلا شفنا فلان بما ادري وين، ولا فلان بديسكو، ولا علان بما ادري وين. الله يبعدنا عن الله ييسر على الجميع. الاشاعات هذه من منظور الناس تفسير، يعني حق انه مثلا شنو، هل في مثلا مشروع زواج، هل في مش عارف ايش. فيعني الاشاعه مو صريحه 100%. زين.